نقول بسم الله. اول حاجه معانا كميه اللحمه دي، قلنا زي ما قلنا فاخده ضاني ومتقطعه، وكمان كام ريشه كده معاها مقطعاها زي ما حضرتك شايفه. وهبدا بقى اتبلها بالتتبيله بتاعتي. التتبيله بقى معايا معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره من الكركم، معلقه كبيره معلقه ونص كبيره من البصل البودره، معلقه ونص كبيره من البابريكا، معلقتين من الملح، معلقه صغيره من الكمون. طبعا كميه التوابل بتتوقف على كميه اللحمه اللي حضرتك بتعمليها، فانا عشان الكميه بتاعتي كبيره مكتره التوابل. معايا كمان ربع كوبايه من الزيت، وكوبايه من الزبادي او معلقتين من الزبادي، وكمان معلقه ونص من الصلصه او معجون الصلصه. هحط بقى الصلصه وعليها التوابل بتاعتي والزيت، وكمان هحط الزبادي. زي ما قلت لحضرتك معلقتين زبادي كفايه قوي للكميه دي. فالكميه لو كترت معاكي هتكتري الزبادي، يعني احنا بنتوقف على الكميه اللي احنا بنستعملها. هقلب كل التوابل مع بعضها تقليبه كويس قوي لحد ما المكونات تتجانس، وابدا بقى بعد كده اغرز بالسكينه في اللحمه بتاعتي، عشان انا عاوزه اللحمه تتشرب من التتبيله كويس قوي. كل ما هتغرزي كده بالتغريزات بالسكينه اللحمه هتشرب منها كويس قوي. وكمان ده بيتوقف برضو على الوقت اللي انت هتسيبي اللحمه فيه قاعده في التلاجة تريح، برضو هتديكي نتيجه افضل. من الافضل ان انت تسيبيها يعني حوالي ليله. لكن لو انت مستعجله عليها ممكن 4 ساعات، بس انا بصراحه سبتها 3 ساعات بس لاني كنت مستعجله عليها. هنا بقى كنت ظبطت التقطيعات بتاعتها او التغريزات، وجبت بقى التتبيله وبدات ادعك فيها دعكه محترمه كويس قوي، عشان انا عاوزاها تتغلغل فيها وتتشرب منها كويس جدا. بصوا زي ما حضرتك شايفه كده انا بعمل الكميه بتاعتي كلها بالطريقه دي. يعني بدعك اللحمه في التوابل او في التتبيله بتاعتي. طبعا زي ما قلنا هتدخل التلاجة حسب الفتره المتاحه عندك او اللي ممكن ان انت تسيبيها فيها، بس كل ما هتسيبيها اكتر كل ما هتديكي نتيجه احسن. زي ما قلت لحضرتك ممكن تعملي اي تقطيعه موجوده عندك من اللحمه او اي نوع لحمه كمان. انا كده كنت خلصت الكميه بتاعتي وتبلتها، وبعد كده غطيتها بستريتش وهدخلها التلاجة. لو حضرتك شفتيني انا كنت عملت كمان حته ليا كده عملتها معاها بتديها طعم حلو وريحه حلوه قوي وهي بتتعمل. طلعتها بقى من التلاجة بعد 3 ساعات الوقت اللي انا سبتها فيه. بصراحه ادتني برضو نتيجه حلوه جدا، يعني ايه، حتى لو انت مش قادره تسيبيها كتير. معايا بقى بصل مقطع كده زي ما حضرتك شايفه 3 4 بصلات حلوين كده. ومعانا كمان المنكهات بتاعتنا